بعد ما قلتلكم سر خلطة المحشي، النهاردة هنيجي نعمل مع بعض محشي الكرنب والتسوية الصح، لان في ناس كتير بيبوظ منها في اخر لحظة. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن سر خلطة المحشي اللي هتعتمديها على كل جميع انواع المحاشي اللي انتي بتحبيها وتفضليها. هنا بقى هنعمل محشي الكرنب ويلا بينا. في البداية هنسمي بسم الله وهنزل بحلة على النار، وهسيب المية تغلي لحد ما اقطع الكرنب. وبما اننا كستات بيوت ومش كلنا بنفهم في نوعية الكرنب، النهاردة هقولك ازاي تشتري الكرنبة الصح من غير ما حد يقولك خدي دي على ضمانتي. الست ضحكت عليا وقالت لي خدي الكرنباية دي وهتدعيلي، والصراحة طلعت مقلب. الدرس بقى المستفاد ان هي لما تكون الكرنباية تقيلة اعرفي ان كل اللي جوه ده عظم، انما لما تكون خفيفة دي بتبقى كلها ورق. هنزل بحوالي معلقتين كبار من الملح، وهروح اقطع الكرنباية، افصل الورق عن الكرنباية، انا مش هحطها كاملة وهتشيليها واحدة واحدة. بصوا، هي الكمية تخدعكم ان هي كتير، بس لا، هي مش كتير ولا حاجة. هي كل ده الورق منفوش على الفاضي. درس بقى المستفاد من القصة ان ما اي حد يقولك خدي دي وعلى ضمانتي اعرفي ان هو بيبالك الهوا. واول ما المية غليت نزلت بمعلقة صغيرة من الكمون، وهنزل بالكرنب وغطسه واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين، ويدوبك بس 5 دقايق وارفعه بسرعة من على النار، لان حتى لو هو بيشد شوية هيستوي تسوية كاملة ساعة لما يكون محشي. انما انا مضمنش ان انا اسويه تسوية هنا كاملة ويتهرى ومش هتعرفي تلفيه وهيترمى، وهو اساسا الكرنبايه مش ناقصة، دي اصلا كلها طلعت صغيرة وما رميتش ورق كتير. باخد كده شوية، واول ما 5 دقايق اروح شايلاهم من على النار او شايلاهم من المية واحط غيرهم، وهكذا لحد ما خلصت الكمية كلها. وهنيجي هنا بصوا بقى، دي الكمية اللي خلصت. طبعا ما تتخدعوش في الكمية لان الكمية دي كلها عظم. هجيب 3 4 ورقات زي ما انتوا شايفين وافردهم كده على الرخامة، واشيل منهم العظم بالشكل ده، وبعدين هلفهم وافردهم كويس جدا من جوه عشان حرام يعني مفيش حاجة تتهدر مننا. وهقطعهم على 3 بالشكل ده، وبعدين كل ورقة هتفضلي تفصليها او تقسميها، بتفضلي تقسميها على حسب سماكة المحشي، يعني انت عايزاه رفيع او تخين وهكذا. طبعا دي الكمية العظم اللي طلعت من الكرنباية، ممكن تستخدميها كتمليح يعني، او ممكن تعمليها سلطة كول سلو. ودي كمية الورق اللي طلعت، هي مش كتير على فكرة لانها ما عملتش حلة كبيرة، وانتوا عارفين ان حلة المحشي لازم الكل ياكل منها. المهم دي خلطة المحشي اللي انا كلمتكم عنها في البداية، اللي انا حفظتها في الفريزر. والطريقة دي افضل انواع التفريز، ان انت عشان تحفظيها لمدة اطول بعد ما بتحطيها في الاكياس بتشفطي منها الهواء تماما، هتقعد معاكي فترة طويلة في الفريزر. طبعا هي متبهرة وفيها كل التوابل ومستوية، يعني مش هتحط لها حتى نقطة زيت، هي جاهزة كده على الحشو على طول. واهم حاجة علشان تقعد معاكي فترة في الفريزر، الرز يتشرب تماما من صوص الصلصة. دي الطريقة دي احسن طريقة انا جربتها بجد لتفريز خلطة المحشي. وبعدين هنا هجيب بقى الورق اللي انا قسمته وهبدأ الف بالشكل ده، طبعا الحجم اللي انت عايزاه. واحنا كستات بيوت يعني اي حاجة بتتفضل من خلطة المحشي مش بتترمى، يعني الحشوة ممكن نزود عليها فلفل لو الورق ما كفاش، ممكن بتحشيها اي حاجة او ممكن بتشيليها تاني في الفريزر. والورق برضو لو اتفضل والخلطة خلصت بتحطيه برضو في الفريزر وهكذا. كده بعد ما انا خلصت اللف دي كلها الكرنباية اللي انا لفتها، هجيب الحلة اللي هرص فيها المحشي. انا كنت حطيت ورق من تحت اللي هو بالعظم علشان المحشي ما يتلسعش، ورصيته، وفي الاخر خالص برضو بحط الورق اللي هو بالعظم علشان المحشي ساعة التسوية ما يفكش مني. وهنيجي هنا لأهم خطوة، خطوة التسوية.
وهنزل هنا بحوالي كوباية من الشوربة. الشوربة متبهرة ومتملحة، وضفت عليها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الصلصة. وهقولك على ملحوظة مهمة جدا جدا، اي نوع كمية محشي بتعمليها مش هتزودي عن كوباية من الشوربة. وهنا زودت الزيت لان الزيت بيخلي المحشي في حتة تانية خالص، وشوية من ورق اللورة، وحطيت طبق علشان المحشي يساعد التسوية ما يفكش. وبعد 30 دقيقة بشوف ايه الاخبار، لو استوي خلاص بشيل الورق اللي فوق الوش. يعني انا بجس واحدة كده، لو هي تمام بشيل بقى وخلاص بنزلها على النار. لو هي لسه محتاجة تستوي بسيبها شوية، بس اهم حاجة تكون النار هادية. وهنا بقى هنيجي نقدمه. الريحة حرفيا قلبت البيت، يعني كأن خلطة المحشي لسه معمولة فريش وطازة. وقلبت بقى الحلة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى اشيل الورق اللي هو كان من تحت. خلاص احنا مش محتاجينه، انا كنت حطاه بس علشان المحشي ما يتلسعش. بجد كان ريحته خطيرة بجد يا جماعة، لو اعتمدتوا الوصفة دي مش هتندموا. من ألذ وأحسن الوصفات اللي هتجربوها للمحشي. الوصفة دي سهلة جدا، مش هقولكوا سريعة، بس بجد ودت المحشي في حتة تانية خالص. وهندوق بقى ونسمي بسم الله ونشوف ايه الأخبار. والله بلا مبالغة كان طعمه خطير. وخليكي فاكرة لو انتي مش متابعيني فانتي فايتك كتير. لايك وشير واشتراك في القناة، واستنوني ان شاء الله في الفيديو جاي. باي باي.